سمعت عن أب من شدة حبه لبنته يبني لها قصر كبير عشان تعيش فيه لوحدها. والغريب إن نهاية البنت هتكون على إيد أبوها، إن هو هيؤمر إن يتحرق جسدها بالنار. الأب هو الملك أدريانوس، والبنت هي الملكة أدروسيس. أدريانوس كان ملك وثني. أدرسيس وهي عايشة في القصر ما كانتش مبسوطة، كانت دايما بتدور ازاي اعيش حياة ابدية سعيدة، وكانت تتمنى ان حد يرشدها للطريق ده. وبالفعل في يوم من الايام شافت رؤية، سمعت فيها صوت بيقول لها: ابعتي هاتي يؤنى العذراء وهي اللي هترشدك للطريق. في الصبح بعتت جابت يؤنى، ويؤنى ابتدت تحكي لها عن قصة التجسد والميلاد والصلب والقيامة بتاعت الرب يسوع. وكمان كانت بتحكي لها من آدم وحواء لما وقعوا في الخطية واتطردوا من الجنة، وازاي الشيطان كان مسيطر على الإنسان، وجي ربنا وفدانا على عود الصليب. وكمان كانت بتحكي لها عن الوعود الإلهية اللي بيوعد بيها ربنا للمؤمنين. شربت يوأنا الإيمان لأدروسيس، وفعلا كانت بتمارس الحياة المسيحية. في يوم من الأيام قرر أبوها الملك إن هو يجوزها، فكان في عادة وثنية إن لازم العروسة تبخر للأوثان قبل الزفاف. فرفضت بقوة أدروسيس إن هي تبخر الأوثان، وجات له: إزاي أعمل كده؟ إزاي أبخر لحجر وأسيب الرب يسوع المسيح اللي فداني؟ مش بس كده، ده ابتدت تدعي أبوها للمسيحية وتقول له: وأنت كمان يا ريتك تسيب عبادة الأوثان وتعبد الرب يسوع المسيح اللي فدانا على عود الصليب. فابتدى يصرخ فيها الملك ويسأل ايه السبب في تغير حياة بنته، فعرف ان يؤنى هي السبب. فراح امر ان يؤنى تيجي في الحال. جت يؤنى فامر بحرق جسدهم هما الاتنين في النار، وبالفعل اتحرقوا في النار وهم في قلب النار كانوا بيصلوا. وبعد النار ما خمدت لقوا جسد القديسة أدروسيس والقديسة يؤنى ملتصقين ببعض، وكأن النار ما لمستهمش نهائي. وبعد انتهاء زمن الاضطهاد اتبنت كنيسة عظيمة على اسمهم، وبتعيد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بعيد نياحتهم يوم 18 من شهر هاتور المبارك، الموافق يوم 27 من شهر نوفمبر. بركة وشفاعة القديسة العظيمة أدروسيس والقديسة يوأنا فلتكن معنا ومعكم آمين.